حنا بغينا الحقيقه، راه ما كندوي على حتى شي حاجه، راه ما غندوي على حتى شي حاجه. المكه مره وباعد كيشدوه كيشعدوا عليه 45 يوم كيضربها في العزله الراسه. دوا معايا نهار الثلاث دوا معايا قال لي خويا راه هادو داوني لواحد البلاصه راه غيقتلوني، ما عرفتش شنو غيديروا لي فيها. المهم الاخوه اللي ما فهمش هذه القضيه نتاع السجين اللي مات في عكاشه، العائله نتاعو كيقولوا انه مات مقتول لان الحاله فاش لقاوه في السبيطار ما كتدلش على انه منتحر. فعلى العموم ناضت ضجه كبيره بان كاين عصابه داخل السجن اللي كتعذب سجناء بطرق وحشيه. فاحنا غادي نشوفوا المندوبيه اش غادي تقول لنا في هذه الحادثه هذه اللي طرات، ومن بعد يعني كاع التصريحات اللي قالوا السجناء اللي كانوا من قبل في السجن، ومن بعد التصريحات اللي قالت عائله الضحيه اللي باقي يعني توا صغير عنده. فاحنا نشوفوا اش كطلب بعائله الفقيد واشنا هو الرد على طلب. احنا بغينا المندوبيه والفرقه الوطنيه يدخلوا في هذا التصريح. حنا راه ما غنديوش، حنا كنطلبوا بالتشريع وبغينا كيفاش مات وبغينا حقنا. حنا ما جاوبنا حتى شي واحد. فكيف كتشوفوا الطلب نتاعهم هما ان المندوبيه تجاوبهم. فهذا هو البلاغ نتاع المندوبيه العامه لاداره السجون واداره السجن المحلي عين سبع. فكتقول بانه ما تم ترويجه عبر الفيديو المنشور لشخص يقدم نفسه على انه اخ احد سجناء يدعي ان اخاه مات مقتولا، وتم استخدامه ميتا الى مستشفى ومكث مده يوما دون اكل وتعرض لاعتداء من طرف موظفين. المهم على العموم فهما كاين فيه هذاك الشيء، وكيقولوا بان السجين انتحر، لف غطاء خفيفا للنوم، يعني هز واحد ليزار وربطو على عنقو مع رشاش اطفاء الحريق بالغرفه وانتحر. فهمتي؟ يعني هما قالوا بان السيد انتحر ولم يكن مقتولا. وكذلك نشوفوا الحين يعني اش غادي تكون ردة فعل العائله، لان هما كان عندهم تصريح بان كاين اثار جروح وانتفاخ في الراس، يعني كان عندهم دلائل بالصور بان السيد راه كان مقتول ولم يكن منتحر. فعلى العموم نشوفوا مآل هذه القضيه ان شاء الله في الايام المقبله. في الفيديو الثاني غنمشيو لتركيا مع كوبنهاغن، اسامه كوبنهاغن والوالده ديالو. يلا نتبعوا اللقطات. الطياره غادي تمشي تبغى على فكره تي غتبغى عينو غنرجعك هنا. هاد البويل زعما هما ديال الغفله، واش الحام غير سقسوها بحال كنا خليتو ليا لتحت بحال الوالده ديالي الله يحفظك. من تركيا رجعوا للمغرب ونشوفوا ولد الشنويه اش دار في القضيه ديالو واش غادي يخرج ولا لا مع الصحفي. الرئيس استمع لجميع الاطراف، مرافعه ديال الدفاع رضا مرافعه ديال فاطمه، تعقيب السيد وكيل الملك اللي كان سدا منيعا كما قلت في السابق في الصراح. تاجل الملف 4/12. بخلاصه كيف سمعتوا الملف تاجل ل4 في شهر 12، يعني في هذا الشهر هذا. وكذلك ما عطاوش صراح، يعني باقي السيد مشدود وباقي التهم موجهه اليه حتى نشوفوا الحكم اللي غادي تعطيه ليه المحكمه. دابا ندوزو الافراح وغادي نقولوا مبروك الفايزه الطاهري اللي معروفه بقناتها فائزه وسفيان. فاكيد كنتو كتعرفوا بان يعني كانت تزوجات وداز واحد المرحله الطلاق وتكميم المعده. فالحمد لله يعني الحين تمت الخطوبه ديالها هاد اليومين هادي بواحد الشاب تقريبا من نفس الكاركتير نتاع العائله ديالها. فما علينا ما نقولوا الا الله يكمل بخير وبالهناء والبنين ان شاء الله. ثالثة